من أحلى وصفات الفول اللي كلتها في حياتي الفول المدخن باللبن. وصفة من بلاد الشام الشقيق، بجد تحفة جدا. والصوص الأبيض اللي بيتحط ده هو لوحده حكاية. بس تعالوا نبدأ الخطوات من الأول. زي ما انتوا شايفين، طاسة على النار تكون هادية، وهتحطي معلقة من السمنة البلدي ومعلقة صغيرة من الزبدة الفلاحي. احنا عايزين طبق فول متكلف وحلو كده، وبجد فعلا يا جماعة مش هتندموا أبدا لما تجربوا الطريقة دي. فصين توم مفرومين ناعم، وزي ما قلت لكم عشان التوم ما يتحرقش احنا شغالين على نار واطيه. نص فلفلايه خضراء متقطعه صغير، نص قرن فلفل شطه قصقصته زي ما انتم شايفين فريش كده في الطاسه على طول، وشوحت الكلام ده كله مع بعضه. وجبت طماطمايه زي ما انتم شايفين حجم متوسط كده، وهبشرها برضو على الكلام ده لغايه ما ياخد كل البشر بتاعها. دلوقتي بقى هجيب برضو طماطمية قد اللي انا عملتها، وهنزل مكعبات طماطم صغيرة على قد ما اقدر يعني مع بشر الطماطم. هنقلب الكلام ده كله مع بعضه لغاية ما تبتدي الطماطم تدبل. وهنا انا حطيت مع شوية زيت صغيرين، حسيت ان الوصفة محتاجة زيت فحطيت شوية زيت. وهبتدي بقى احط البهارات، الملح والفلفل الاسود والكزبرة والكمون، وشوحت الكلام ده. سبتهم بقى يتسبكوا حاجة بسيطة، ونزلت بمعلقتين كبار من الخل. جبت بقى علبة الفول. طبعا انت بقى لو مدمسة الفول هتبقى احلى واحلى كمان، بس انا للأسف ما كنتش عندي فول متدمس جاهز، فجبت العلبة دي. وممكن في الخطوة دي تسيبيه كده يشكشك مع بعض عقبال ما شوية من الخل يطيروا، او تعملي زي ما انا عملت واحنا بنحبه كده، وهو ان احنا نهرسه بهرسة البطاطس كده، شوية يبقوا سلام وشوية يبقوا مهروسين. في الوقت ده بقى سبتهم يشكشكوا شوية على النار قبل ما ندخل في خطوة التدخين. ورحت اعمل الصوص الابيض. كوبايه صغيره من كوبايات الزبادي، نفس كميه الزبادي حطي الطحينه، كمون وكزبره ناشفه، معلقه خل، ملح وعصره ليمون وشويه ميه. الكلام ده هنقلبه كله مع بعضه لغايه ما نوصل للقوام اللي هتشوفيه ده. يعني لو احتجتي ميه تاني ولقيتيها تقيله حطي. تفضلي تقلبي لغايه ما هو ده القوام اللي تحصلي عليه. دلوقتي بقى خلاص الفول شكشك والخل طار اغلبه، ما بقاش مزز قوي يعني. هجيب بقى حته فويل كده واحط فيها الفحم، وانزل شويه زيت على الفحم، واقفلي على طول بغلطه الحله علشان الفول ياخد التدخينه الحلوه بتاعه الفحم. يا سلام يا جماعه على الريحه، بجد الريحه وهميه. تعالوا بقى نطبق الطبق بتاعنا. اول حاجه هننزل بالفول المحبش الرهيب بتاعنا، بجد التحبيشه دي هتعجبكم جدا. اخلط كده الصوص الابيض بتاعي واحطه على الوش. نسكت ابدا. هنحط بقى شويه بصل وفلفل الوان وبقدونس. لزوم بقى التدخينه بتاعه الفول، تحسوا كده ان انتوا مش بتاكلوا فول، لا احنا بناكل كباب يا جماعه. والله جربوا الطريقه دي، تحفه جدا بجد هتعجبكم. وقرن الفلفل الشطه من على الوش كده، شويه زيت لو بتحبيه زيت زيتون حطي، والف هنا وشفا عليكم.